المطاف إصرار بعزمنا وعزنا، وقفة جبال كبار والنار ما تهزنا، النار ما تهزنا. احنا المطاف إصرار عزمنا وعزنا، وقفة جبال كبار والنار ما تهزنا. احنا المطاف إصرار بعزمنا وعزنا، وقفة جبال كبار والنار ما تهزنا. اي والله 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 النار ما تهزنا. في كل يوم عند اللزوم في حاجتك احنا نقوم، في كل يوم عند اللزوم في حاجتك احنا نقوم. احنا المطاف إصرار بعزمنا وعزنا، وقفة جبال كبار والنار ما تهزنا، النار ما تهزنا. حنا البلد سلاح يتحدى وهج النار، لاجل الوطن يرتاح يرخص لها الاعمار. بلدنا سلاح يتحدى وهج النار. يا سلام عدل الله، قولوا قولوا الله 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 يا بلادي يا أحلى بلد، يلي ما مثلك ما مثلك أحد، يا دفانة أنت والبيت الكبير الكبير، يحفظك ربي من عين الحسد، وأميرنا يا رب وولي العهد، نفداك احنا كلنا مهما يصير مهما يصير. قولوا 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 ما في ما في ما في الله يا كويت. اللهم امين. الله مهما يصير يا كويت دايم رايتك دايم فوق، تمشين انت بدمنا وسط العروق. الله يا كويت. السلام عليكم من دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن خير ما نستهل به حفلنا هذا آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا طالب إطفائي عذبي بشير علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء
واتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. حفلنا الكريم تحتفل الإدارة العامة للإطفاء بتخريج كوكبة جديدة من الطلبة الخريجين برتبة وكيل عريف مكافحة ووكيل عريف مشغل آلية، والبالغ عددهم 210 خريجا ممن اجتازوا دورتهم التدريبية بنجاح في مركز إعداد رجال الإطفاء في التعامل مع أحدث ما توصلت إليه الإدارة العامة للإطفاء من آليات حديثة في المحافظة على الأرواح والممتلكات والبيئة. أيها الحفل الكريم، يتفضل الآن سيدي نائب المدير العام لشؤون المكافحة وتنمية الموارد البشرية سعادة العميد خالد راكال المكراد بإلقاء كلمته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي مدير عام الإدارة العامة للإطفاء سعادة اللواء يوسف عبد الله الأنصاري، السادة نواب المدير العام، السيد هادي الحربي ممثل مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، إخواني زملائي مدراء الإدارات والضباط وضباط الصف، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه ليشرفنا حضوركم اليوم للاحتفال بتخريج دفعة جديدة من دورة وكيل عريف مكافحة ودورة وكيل عريف مشغل آلية، لينضموا ويتشرفوا بالعمل بميدان التضحية والفداء، ميدان رجال المهمات الصعبة، ليؤدوا واجبهم المطلوب منهم لحماية الأرواح والممتلكات وتحقيق تطلعات وخطط الإدارة بالتميز والتقدم. إن الإدارة العامة للإطفاء اليوم ليست كما كانت عليه الإدارة بالأمس، فلقد تطورت عمليات المكافحة والإنقاذ، وتشير الإحصائيات أنه تم تقليل فترة الاستجابة للحوادث وتقليل فترة الاستجابة التعامل مع الحوادث، بالإضافة إلى التطور والتعامل مع الحوادث وخطط الطوارئ. ورافد ذلك التطور والتقدم بمجال الوقاية من الحريق وتطبيق الاشتراطات الوقائية وإصدار كود الإطفاء. وأصبحت الإدارة العامة للإطفاء مشارك أساسي ومهم بالمنظمات واللجان والفرق محليا وإقليميا ودوليا، ولم يتحقق ذلك إلا من خلال دعم القطاعات الأخرى والإدارات الأخرى المساندة بالإدارة العامة للإطفاء. ونتمنى من خلالكم أن تكون الإدارة العامة للإطفاء غدا أفضل منها اليوم، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال إخلاصكم وحرصكم على أداء عملكم بالأمانة والصدق، لنكون عند حسن ظن مجتمعنا بنا وحسن ظن قيادتنا الرشيدة بنا، وأن تكون كلمات سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بأن رجال الإطفاء هم من يتقدمون الصفوف للتضحية والفداء نبراسا ودستورا لنا. وأخيرا اسمحوا لي بأن أتقدم بالشكر والتقدير لمدير مركز إعداد رجال الإطفاء ولجميع الضباط وضباط الصف والمدربين والعاملين لما قاموا به من عمل مميز بتأهيل وتدريب وتخريج هذه الدفعة من رجال الإطفاء البواسل، راجيا من الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان
على بلدنا العزيز تحت ظل سيدي حضرة صاحب السمو وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتفضل الآن مدير مركز إعداد رجال الإطفاء بالإنابة سيادة العقيد حسين غلوم حيدر بإلقاء كلمته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي مدير عام الإدارة العامة للإطفاء اللواء يوسف عبد الله الأنصاري، سيدي نائب المدير العام لقطاع المكافحة وتنمية الموارد البشرية العميد خالد راكان المكراد، السادة نواب المدير العام، السادة المدراء ومدراء المحافظات، الحضور الكريم، زملائي منتسبي مركز إعداد رجال الإطفاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم نحتفل بتخريج أبنائنا الطلبة خريجي دورة وكيل عريف مكافحة ومشغل آلية لسد النقص في مراكز الإطفاء، وهو الهدف الأساسي الذي أنشئ من أجله مركز إعداد رجال الإطفاء، وكذلك دور زملائنا في قسم الإسناد والطوارئ لمشاركتنا في تدريب الطلبة ليكون ذلك مثال للتعاون البناء بين إدارات الإطفاء. ونبارك اليوم لأبنائنا الطلبة تخرجهم ليصبحوا زملاء لنا في هذه المهنة الصعبة، ونسأل الله لهم التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، على طريق الولاء والفداء ها هي الإدارة العامة للإطفاء تضخ الدماء الشابة للانخراط في سلك الأعمال البطولية والتضحيات الجسامة لكل من يستظل تحت ظل هذا البلد المعطاء. أما الآن يتفضل طالب إطفائي بدر ناصر الجلوي ممثل الطلبة الخريجين لإلقاء كلمة الخريجين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي وباسم زملائي خريجين دورة وكيل عريف مكافحة ووكيل عريف مشغل آلية، نرحب بكم ترحيبا حارا في هذا الحفل الكريم، مستذكرين الرجال الذين ضحوا بأرواحهم وكرسوا حياتهم وجهودهم لأمن وأمان الكويت وشعبها ومن يقيم على أرضها الطاهرة، مستلهمين حكمتهم من قائد مسيرتهم ورائد نهضتهم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. كما أحيي بهذه المناسبة ضباط ومدربين مركز إعداد رجال الإطفاء الذين بذلوا الجهد الكبير في تدريبنا وإيصال المعلومات والمهارات التي كفلت حصولنا على أعلى درجات الخبرة المطلوبة لإنقاذ أرواح المواطنين والمقيمين، باذلين أرواحنا ودماءنا لإنقاذ حياتهم. ونعاهد الله ونعاهدكم يا سيدي ببذل الغالي والنفيس، مضحين بأرواحنا ودمائنا لإنقاذ حياتهم في سبيل الوطن ولخدمته. وجزاكم الله خير الجزاء يا سيدي ورؤساءنا من ضباط وأفراد، ودمتم للكويت ذخرا وفخرا. كما أشكر زملائي وأخوتي الخريجين على ما بذلوه من جهود وانضباط مما ساهمت في إنجاح الدورة، وأبارك لهم تخرجهم، سائلا المولى عز وجل أن يكونوا جنودا أوفياء لهذا الوطن المعطاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتفضل الآن مراقب شؤون الطلبة والضباط بالإنابة سيادة المقدم عبد الله سلطان الأنصاري لإلقاء قرار التعيين وقسم الإطفاء على الخريجين. قرار تعيين 1948 وقرار تعيين 1989 على 2014. قرر مادة 1 يعين السادة المذكورة أسمائهم بالكشف المرفق وعددهم 210 بأول مربوط رتبة وكيل عريف بالإدارة العامة للإطفاء حسب ترتيب درجات الاختبارات النهائية
مادة 2 يؤجل تحديد أقدمية المذكورين أعلاه وغيرهم من خريجي دورة مشغل آلية ومكافحة للعام 2013-2014 لحين تحديد نسب ترتيب نجاحهم في الدورة التدريبية المذكورة، والتي سيصدر بها قرار لاحق يتضمن ترتيب أقدميتهم واستيفاء كافة المستندات والمسوقات المتعلقة بتعيين جميع خريجين دورة مشغل آلية ومكافحة 2013-2014. مادة 4 على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من صدوره. المدير العام اللواء يوسف عبد الله الأنصاري. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. صدق الله العظيم. قسم الإطفاء. أقسم بالله العظيم. أقسم بالله العظيم. أقسم بالله العظيم. أن أكون وفيا لدولة الكويت مخلصا لأميرها المفدى، وأن أقوم بواجبي بالأمانة والإخلاص مطيعا لجميع الأوامر الحقة التي تصدر من رؤسائي، محافظا على أرواح الناس وممتلكاتهم، حافظا أسرارهم ومحافظا على أموالهم وأعراضهم، والله على ما أقول شهيد. وليد نزال صحاف. الثاني طالب إطفائي أحمد سعد الظفيري. الثالث طالب إطفائي عبد المحسن راشد المخيال. الأوائل على دفعة وكيل عريف مكافحة. الأول طالب إطفائي أحمد عبد الرضا جاسم. الثاني طالب إطفائي عبد العزيز صالح المطر. الثالث طالب إطفائي حمد علي القضرب. يتفضل سيدي مدير عام الإدارة العامة للإطفاء سعادة اللواء يوسف عبد الله الأنصاري بتقديم الدرع إلى مدير إدارة تنسيق الدورات الخاصة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي السيد هادي صالح الحربي. يتفضل سيادة العقيد حسين قلوم حيدر مدير مركز إعداد رجال إطفاء بالإنابة بتقديم الدرع التذكاري إلى سيدي مدير عام الإدارة العامة للإطفاء.
وقبل الختام يتفضل الأخوة الخريجين لأخذ الصورة التذكارية مع سيدي سعادة مدير الإدارة العامة للإطفاء ونواب المدير العام والسادة المدراء. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم مثل ما شفتوا احنا احتفلنا بتخريج ابنائنا. انا اعتقد اثناء سماعنا للغسم ورؤيتهم وترتيبهم اعتقد هذه اللحظات تنسيهم كل الجهد اللي بذلوه والتعب اللي لاقوه اثناء الدوره. النظره لهم الحقيقه نظره تشعر الانسان ان الشاب الكويتي إذا تم تدريبه راح تحصل على شاب فاعل بالمجتمع. أنا أعتقد راح يكون لهم حظ كبير بين أخوانهم رجال الإطفاء، وراح يكون لنا إحنا الحظ الكبير باستثمارهم في جهاز الإدارة العامة للإطفاء لتكملة الرسالة ولاستمراريتها في الحفاظ على أرواح والممتلكات في وطننا الحبيب الكويت. وإذا في أي كلمة أخرى الحقيقة هذيلا يعتبرون الهدية اللي احنا دائما نتمناها، ونشوف شبابنا دائما بالمقدمة، وما جاء العمل هذا والجهد والإنتاج هذا إلا من جهود الحقيقة الكادر التدريبي بالإدارة العامة للإطفاء، وعلى رأسهم نائب المدير العام العميد خالد المكراد لشؤون تنمية الموارد البشرية، وكذلك الجهود اللي تبذلها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعلى رأسه الأخ الأثري، والدعم الكبير اللي دائما احنا نشعر فيه من سيدي معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك. وأتمنى أن الله يحفظ دولتنا الحبيبة تحت ظل سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسيدي سمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الصباح، وكذلك سيدي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، حفظهم الله جميعا ورعاهم وحفظ الكويت من كل مكروه. أمانة حنا احتفلنا اليوم وسعدنا بدخول كوكبة من رجال الإطفاء البواسل لينضموا إلى زملائهم في مراكز الإطفاء المنتشرة بالكويت سواء البحرية أو البرية أو في المطارات. نتأمل فيهم خير، ونتأمل أنهم يعطون دفعة للأمام في تقديم المطلوب منهم وإداء واجبهم لحماية الأرواح والممتلكات في هذا البلد الطيب. ثانيا الدفعة هل تشوفها يعني تعطي بوش أو دافع قوي حق الإدارة العامة للإطفاء؟ بلا شك أي دفعة جديدة تنضم في سلك خدمة الإطفاء تعطينا دفعة للأمام وتسد النقص اللي موجود، ويكونون ضخ دماء جديدة في تلك المراكز. ومثل ما أنتم قاعدين تشوفون كيفية التعامل مع حوادثنا في الآونة الأخيرة بكل حرفية، وكنا نوصل في زمن الاستجابة قليل، وكنا ننتهي من الإنهاء الحوادث في فترة زمنية تعتبر قياسية. أخيرا حابب توه على شيء؟ أنا أمانة أبارك لزملائي اللي دخلوا الخدمة، وأتمنى لهم والله يحفظهم والسلامة لهذا البلد الطيب. شكرا. الدافع الأكبر في جلب أو في دعم رجال الإطفاء خاصة في السنوات الماضية ما هو السبب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحب أهني الإدارة العامة للإطفاء مشاركتهم اليوم في هذا الحفل، حفل تخريج 210 رجل أطفاء يشاركون إن شاء الله في حماية البلد والمواطنين، وهذا الدور الرئيسي اللي أنا أعتقد كل من ساهم فيه فيفتخر في هذه النتائج الإيجابية اللي احنا نلمسها. إجابة على سؤالك فيما يتعلق دورنا، دور الفريق الواحد الذي يساهم في الإنجاز وهو إعداد رجال أطفاء قادرين على حماية الوطن والمواطنين إن شاء الله. هل هناك خطة مستقبلية؟ نحن مستمرين في تطوير سواء البرامج أو الاحتياجات وتلبية احتياجات الأطفال إن شاء الله في كل شيء. بعزمنا وعزنا رفع الجبال كبار والنعمة تهزنا النعمة تهزنا. احنا المطاف صراع عزمنا وعزنا
وقفة جبال كبار والنار ما تهزنا، احنا المطاف اصرار بعزمنا وعزنا. وقفة جبال كبار والنار ما تهزنا، اي والله 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 النار ما تهزنا. في كل يوم